السلام عليكم. بالنسبة للإشكالية اللي نعانيها كل عام عند بدء الدراسة نصف شهرين شهر عندنا ما كملنا قالوا الإشكالية قايمة، الدولة ضايعة، التربية تسمع أنا مش ساكتة. لا، دور التربية لازم تحدد بنقاط رئيسية. واحد، إلغاء أوامر تدريب للمدرسين. ليش يفرق مدرس؟ هذا أساسي. ايش يفرغه؟ الراتب يستقطع ويرجع لمدرسته. فعل بقى مدرس ثاني يا أخي. هذا واحد. اثنين، الكتاب المدرسي طبعوه في الإمارات. الجمارك اللي كلفت قيمة الكتاب ويستيراد البلاد أكبر من تكلفة تجهيزه. والمصيبة الكبرى بيجي الكتاب المدرسي ويباع في السوق وجزء بيروح تعز. هذا طرحوه بالاقتصاد. فين التربية في هذه النقطة؟ نحن تكلفونا بالاشتراكات اوكي. كل واحد حسب قدرته. الكتاب إذا كانت الدولة قايمة عليه ليش يسوى وليش ينزل تعب ونحن نحرق؟ هذا شيء. الشيء الثالث، طالما أن الهماني إنسان ما حد قادر عليه عيالهم يرجعوا لهم. عيالهم يرجعوا لهم. نخفف الضغط على عيالنا. أنا بنتي 3 أيام تحضر المدرسة ما تقدر تواصل من الضغط. 3 على كرسي واحد. بنات كبار يشلوا عيالهم يخرجوا أهلهم زي ما خرجنا نحن الآن. يخرجوا الأهالي هم زينا ولا هم مترفعين عننا؟ المترسمات حق الهمامي في علمة قديمة طارحينها اللي على الخط طارحينها الناقلات يتلاعب على المواطن اللي هناك. هذه مش مشكلتنا نحن. كل واحد له مشكلته. خفف الضغط على مدرستنا. عيالنا لا تدريس زي الناس، لا راحة زي الناس، لا خدمة زي الناس، ويقابلهم المدرس نفس المعامل. هو بشر وهو ولي أمر ومعاه طلاب ومعاه التزامات في حياته. لا نقيس على طرف، كلنا نعاني، لكن بالعقل بالمنطق. ما هو بيدنا فنعمله، وما هو بيد الدولة تقوم به. هنا انتم تضيعوا دور المدرسة. لأنها هي حكومية وليس خاصة المدخول لكن تلزموا بتعملوا بالسامة. التربية الشهرة. الوزير جنبنا خطوتين بيننا ايش كلف على نفسه يوم نزل وقال بنزل حتى وقت نشوف الاشكاليه الموجوده في المدارس. مش قادر. مأمور المديريه ايرادات المديريه كالسهم الثاني بدل ما يسرقوها ياكلوها. حق القائد اللي يتلاعبوا وردوا لا مش خط احمر خطوط حمراء. خلاص هنا خلاص ضاعت الدوله ضاعت الهبه. يعني كل واحد حكومه. حق الحراقات ملايين. حق الحراقات ملايين تروح لجيوبها. ماشي حراقات نشتري حاجات ملموسه يوميه مقدره. القائد مبلغ مالي يومي